بالعلاقات كل يوم بيتكرر نفس الصراع، واحد حاس حاله مهجور والتاني مخنوق. بس بالحقيقة القصة أعمق من هيك بكتير. أنا معتز بلا سبب، وهذا بودكاست عن الحب والعلاقات، عنا نحن وعن الناس اللي منحبهم واللي لساتنا عم نحاول نفهمهم. كل يوم بيصير نفس الخناق تقريبا شي 4 أو 5 ملايين مرة حول العالم. نفس الحوار، نفس الغصة عم تطحن ساعات من عمر الناس وتحولهم لحالة بدائية من القهر والتعب. مع انه صرنا واصلين طيارات نفاثة وعايشين بعصر الذكاء الصناعي، بضل واحد حاس حاله مهجور والتاني حاس حاله مخنوق. وهذا السيناريو على فكرة عالمي، من استراليا لكندا، من الجزائر لأوزبكستان، هيك بيكون شكله. هي قلت لي رح تتصل وما اتصلت، ضليت 3 ساعات وما بعرف وينك. تتخيل شعوري؟ هاي اسمها قلة احترام وقلة اهتمام، وحاسة حالي عم ينعاد فيني نفس الفيلم كل يوم وكل مرة. هو بيرد عليه لك يا بنت الحلال، كنت مشغول، ليش دائما بتنطي وبتهاجميني هيك؟ حاس حالي ما عم باخد نفس، شو ما عملت مو عاجبك، مليت من هالوضع. وهيك بيكون في خيط رفيع بلش يفلت من طرف العلاقة، وإذا ضلينا نشد بهالخيط ممكن يفلت كل الخيط وتروح العلاقة فراطة. أول خطوة للإصلاح، لازم نفكر بفكرة غريبة شوي، أو حتى مو غريبة، لازم نفكر بطريقة مختلفة شوي. هذا الشخص اللي قدامي مو شرير، رغم انه باين عليه هيك احيانا وحاسه ضدي وعم يتآمر علي ونوايا بشعة، بس بالحقيقة هو شريك. هذا الشخص اللي قدامنا شريكنا، ضحى كتير ليكون معي وكنا مبسوطين سوا زمان. هو نفس الشخص اللي كنا نرقص سوا بالمطبخ، هو نفس الشخص اللي مسك ايدي لما كنت مريضة. برغم كل هاي الامور هو معي مو ضدي، وهو كمان بده هالعلاقة تنجح. الخطوة الثانية، بدل ما نهاجم نحكي. يعني بدل ما نهاجم الطرف الآخر، خلينا نعمل شيء الأصعب، نشرح وجعنا، نحط كرامتنا على جنب ونفتح قلبنا بهدوء وبصبر. نخلي الطرف الثاني يشوف القلق يلي وراء هذا الزعل وهي العصبية. يعني مثلا هي فيها تقول له لما ما بتتصل بحس بوحدة قاتلة، بصير حس كأني ما بفرق معك. وهو فيه مثلا يقول له وقت اللي ما بتصل وبتعاتبيني انتي وبتهاجميني بهي الطريقة، بحس حالي ملاحق ومتهم وكأني ما عم بعمل شي صح، أو كأني ما عم بعمل شي منيح. الخطوة الثالثة، نحكي عن الجذور. يعني نعمق شوي منين جاي هذا الإحساس تبعنا. ممكن نضيف شوية خلفية، نشرح ليش صرنا ناس معقدين، أو بالأحرى مو معقدين، ليش هيك منحس بحالات معينة، ليش بنحتاج لهالكمية من الرحمة وهالكمية من الحنان يلي نحن عم نطلبها من الآخر. هي فيها تقول مثلا اللحظة بتذكرني وقت اللي انت ما بتتصل فيني، هاللحظة بتذكرني ايام اللي كنت انا طفلة بالمدرسة وعم بستنى امي، وامي ما اجت لانه كانت بالمشفى او كان صاير معها شيء معين وما حدا اجا ياخذني. دائما في سبب لشعورنا، دائما في سبب من الطفولة بيخلينا نحس بشيء معين. هو بيقدر يقول انا بتذكر كيف كان ابي يصرخ علي كل الوقت، وانا كل عمري حاسس اني ما عم بقدر ارضيه لابي. ممكن يعني هدول مثال أمثلة صغيرة، طبعا الأمثلة لا تحصى، هدول أمثلة صغيرة. خلينا نفتش وننبش أكتر بشعورنا، منين جاي هذا الشعور، وليش هيك عم نحس، ونشارك هذا الشيء مع الشخص الثاني، مع الطرف الثاني. بمعنى تاني، في جوانا ولدين تعبانين ولازم يشوفوا ألم بعض لحتى يقدروا يصلحوا شيء. يعني كل شخص جواته طفل صغير وهذا الطفل تعبان، لازم نحن نخلي هدول الطفلين يشوفوا بعض. يلي جواتنا بالعلاقات تخليهم هدول الطفلين يشوفوا بعض، يحكوا مع بعض، يفهموا بعض أكتر. هي بتحس إنه الطفل اللي جواتها حاسس بالذل، إنه ما حدا مهتم فيه أبدا، وهو بحس إنه الولد اللي جواته مرفوض. إذا وصلنا لهالنقطة كل شي جوا على فكرة بيهدى، وكأنه في نغمة حنونة عم تمشي بالهواء. والمتمرسين عادة، المتمرسين بالعلاقات ممكن فعلا يوصلوا لهيك نوع من الحديث. يعني هي بتقول له مثلا إنه أنا بعرف إنه لما بعصب عليك وأنت بتحس حالك ما عم ترضيني أبدا، بس بالحقيقة أنت راضيني وكفاية وبتقدر ترضيني، وكتير أحيانا أنت بتعملها وبحس أحيانا بالارتياح. وهو بيقول له إنه أنا لما بتأخر بالرد، أو لما ما برد، أو لما ما بتصل، أنا بعرف إنك بتنجرحي من جوا، ورح حاول عن جد كون أحسن. إذا حسيت هالحكي سخيف
فتذكر شو بصير لما ما نحكي، لما الناس ما بتحكي مع بعضها بالعلاقات، الخناق بيطول وبيكبر وبتعلى أصواتنا، والطلاق بصير قريب ومحتمل، والمصاري بتصير تنصرف كيف ما كان، الشعور بالأمان بيختفي، الأولاد بيصيروا بيروحوا بين بيتين متباعدين إذا طلقتوا لا سمح الله. كرمال شو هالشي كله؟ بس لأنه ما بدنا نحكي. هذا الشي فينا نتعلمه، لأنه الحب مو شعور بس، هو مجموعة مهارات بسيطة بالشرح، بالاحتواء، بالتهدئة، وكلها هاي شغلات قابلة للتعلم، قطعة قطعة، خطوة خطوة، بهدوء، من غير بدون تكبر ولا تهكم ولا استسخاف، وبطريقة تشفي وبتنقذ وتريح الإنسان. يعني نحن بالنهاية بدنا نعيش مرتاحين، بدنا نعيش بهاي العلاقة مرتاحين ومحبوبين، ويشعر الإنسان براحة نفسية بهاي العلاقة، ما بده يضل في تنشن ومعصب. إذا حبيت هالحلقة اشترك بالقناة وخلي الحكي يوصل كل مرة. شكرا لكم، كان معكم معتز بلا سبب، نشوفكم بالحلقة الجاي.